قبل ما نبلش حديثنا عن الحب، حابة أحكي لكم قصة صغيرة صارت مع الدكتور ديفيد هاوكنز مع واحدة من مريضاته اللي كان عندها حالة من الوسواس القهري، وسواس حول الصحة، وسواس حول النظافة. كانت كل ما بتجي لعنده على العيادة تفوت حاملة بإيدها شنطة مليانة بكل أنواع المعقمات والفيتامينز والمضادات الحيوية. كانت مهووسة حرفياً حول شيء اسمه مرض محتمل أو خطورة قادمة على مستوى الصحة، لدرجة إنه لما كان يوقع الروشتة أو الوصفة الطبية كانت تطلع وين إيده ما لقت لحتى تقدر تلمس وتستلم الروشتة. طورت مع الحالة لدرجة بإنه هي بطلت تنزل لعنده على العيادة، وصارت تفضل بإنه يصير اللقاء على التليفون. صارت تخاف من الناس، من الشارع، حتى من الهواء، حتى من الشمس. صارت تخترع أو عقلها ينتج أنواع لأمراض جديدة. طبعاً الدكتور ديفيد هاوكنز صاحب كتاب السماح بالرحيل وصل لمكان أو لطريق مسدود معها، ما في مجال لإقناعها بكم الوساوس والأوهام اللي بتحملها. قال: قررت بالأخير إني حبها مثل ما هي. كل ما كان يحكي معها كان يرسل لها أفكار محبة، ولا يقول لها شيء، ولا يخبرها شو تعمل، ولا حتى يخبرها عن السماح بالرحيل. طبعا أنا كان عندي تجربة مشابهة لتجربة الدكتور ديفيد هاوكنز مع حدا من عيلتي كان عم بمر بمرحلة استسلم لسلبيته أو استسلمت لسلبيتها. استسلموا لمكان صعب جواتهم، أسقطوه على الخارج. أنا ما كنت عم بعمل شيء غير إني كنت عم راهن على لحظة رح يرجعوا لحقيقتهم، وإنه ما بدها القصة أكتر من صبر وقبول. ولما اللي كان يصير شيء صعب قدامي أو غير مفهوم كنت أرسل لهم أفكار إنه بعرف إنه مو هذا أنتو، بعرف إنه اللي عم بتمروا فيه هلأ هو تفريغ لماضي ما بقى قادرين تحملوه جوا. بعرف إنه رح توصلوا لمرحلة من التشافي وترجعوا تستقبلوا هذا الحب وهذا اللي صار. فرسالتي من هذا الفيديو إنه نحن ما عندنا مشكلة مع الحب غير إنه نحن منقاومه، منخاف منه، منحاول نعطيه هوية، ولكن نحن اليوم ما لنا بحاجة غير إنه نسمح برحيل مقاومتنا للحب ونحسه ونعبر عنه ونشاركه. وهذا يلي عملته أول ما فقت اليوم. شاركت هذا الحب مع كتير ناس بحبه، ولكل الناس يلي يمكن نسيت، يمكن ما كنت موجودة محل ما لازم أكون. أنا بحبكم كتير. كتير مهم أي إنسان بحياتنا يعرف إنه في حدا بيحبه، ضروري نقله إنه نحن بنحبه بلا ولا شيء، خلال إنه نشوف الآخر إنسان ما في مشكلة معه، بنقدر نحب بلا ما نخاف كيف ننفهم، بلا ما نخاف وين ننحط. هي المناسبة نحن مو محتاجين أكتر من إنه نعترف بهذا الحب، نعيشه ونشاركه ونعبر عنه بلا خوف.